عمرك حسيت إنك أقل من الناس؟ بتبص حواليك وتحس إن الكل عايش حياة أحسن منك؟ قبل ما تستسلم للإحساس ده، اسمع القصة دي، ممكن تغير كل اللي بتفكر فيه. في عالم بعيد كان هناك طائر يدعى نورس. النورس ده كان دايما حاسس إن حياته ناقصة. بيشوف الطيور التانية ويقول لنفسه: ليه أنا مش زيهم؟ ليه شكلي كده؟ ليه الكل بيبعد عني؟ كان دايما يقارن نفسه بالبجع، بالطيور الملونة، حتى بالحمام الأبيض. وكان كل ما يشوفهم يحس باليأس أكتر، وكأن حياته ما تستاهلش يكملها. وفي يوم وهو واقف على صخرة على شاطئ البحر، قلبه كان مليان حزن ودموعه نازلة بهدوء. سمعه طائر حكيم كبير في السن وقال: مالك يا ابني؟ ليه كل الحزن ده في عيونك؟ رد النورس بصوت مكسور: تعبت من كوني مختلف. الكل شايفني غريب، وأنا شايف إن كل الطيور عايشة أحسن مني. ابتسم الطائر الحكيم وقال: لو أنا قلت لك إني أقدر أغيرك لأي طائر تختاره، هتوافق؟ النورس قال بحماس: أكيد، أنا نفسي أبقى بجعة بيضاء رشيقة مميزة. رد الحكيم بابتسامة ذكية: تمام، بس قبل ما أغيرك روح شوف رأي البجعة نفسها، ارجع بعد ما تسألها. طار النورس فورا ولاقى بجعة بتسبح في بحيرة هادئة. قرب منها وقال: أنت أكتر طائر شكلك مميز، أكيد حياتك كلها سعادة، صح؟ لكن رد البجعة كان مفاجئ: سعادتي؟ أنا مش سعيدة يا صديقي، كل الطيور بتخاف مني، بيظنوا إني متعجرفة، وأنا دايما وحيدة في المية، بشوف الكل بيطير مع مجموعات وأنا لوحدي. النورس انصدم وقال لنفسه: إزاي؟ دي كنت فاكرها أسعد طائر. رجع بسرعة للحكيم وقال له: طب خليني ببغاء، الببغاء ملون وجذاب، أكيد حياته أجمل. رد الحكيم بابتسامة: تمام، بس روح اسأل الببغاء الأول. راح النورس لحديقة الحيوانات وشاف البغبغاء في قفص، الريش بتاعه بيلمع بألوان مبهجة وصوته جميل. سأله: أكيد أنت أسعد طير هنا، صح؟ ضحك البغبغاء بسخرية وقال: أنا محبوس، كل يوم ناس تيجي تتفرج عليا وتصورني، بس أنا مش حر، أنا ما بشوفش السماء ولا بحس بالهواء، أنا شايف الدنيا بس مش عايشها، وكل اللي عندي منظر بس من غير روح. سكت النورس وعينيه بقت مليانة دموع، وقال في سره: كل طير كنت بحسده بيحسدني على حريتي. رجع للحكيم وقال له: سيدي، أنا مش عايز أكون حد تاني، أنا بس عايز أتعلم أحب نفسي وأطير في سما ربنا وأشكر على النعمة اللي كنت شايفها نقمة. ابتسم الحكيم وقال: أخيرا فهمت المعنى الحقيقي للسعادة. كتير مننا بيعيش نفس القصة، نقارن ونحسد ونفتكر إن كل الناس عايشين حياة أجمل مننا، بس الحقيقة كل واحد عنده حاجة بيتمناها غيره. الرضا مش إنك تمتلك كل حاجة، الرضا إنك تبص حواليك وتشكر ربنا على اللي عندك، لأن في حد تاني بيتمنى يكون مكانك. واوعى تنسى إن اللي بيبان بسيط في حياتك ممكن يكون حلم لحد تاني. لو القصة دي لمستك، متنساش تعمل لايك واشتراك علشان توصلك باقي القصص اللي ممكن تغير نظرتك وتبدأ من جديد